السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على أحلى متابعين في الدنيا. أخباركم عاملين إيه؟ يا رب نكون في أحسن حال وأحسن صحة، ورجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب، عليه أفضل الصلاة والسلام. كما نقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناة، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين، ربنا يبارك فيكم يا رب. عيلتي هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيلة كبيرة جو جوي، هي عيلة الصعيد وعوايده. دي بنات يوميات الصعيد وعوايده. قبل ما ابدا فيديو النهارده كده بحب ارحب بكل الناس جت الزينه اللي دخلت قناه عيله ام مريم واشتركت. بحب ارحب بكل متابعيني واخواتي اللي دايما معايا ومسانديني، ربنا يخليكم ليا، ربنا يبارك لي فيكم. انتوا فعلا كد الدنيا، وربنا يا رب يدومكم نعمه في حياتي، قولوا ان شاء الله امين يا رب. بشكركم على تعليقاتكم الحلوه وعلى كلامكم الحلو اللي بيديني طاقه ايجابيه كبيره جو. مش بس انتوا كمان بتاخدوا طاقه ايجابيه، انا كلامكم بيديني طاقه ايجابيه، يعني بصوا ما تخليش ببقى مبسوطه ازاي وفرحانه ازاي، وانا طول الوقت بقعد اقرا في تعليقاتكم وفي كلامكم الحلو. يلا كده اهوت نسمي الله ونصلي على رسول الله. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده طويل ويومنا طويل، وعملنا فيه حاجات كتير قوي، هتعجبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. مبدئيا كده يا بنات، مش عايزه منكم غير دعواتكم الحلوه لام مريم، تدعوا لي كده ربنا يكرمني في قناتي، ان يعتبر دي رابع قناه ليا ونفسيتي تعبانه، بس بصراحه ربنا ما شاء الله عليكم انتوا كد، يعني بصوا سبت لي ان مفيش حاجه مستحيله ومفيش يأس، وان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضني ويجبرني، فرحانه كتير قوي بيكم. عايزه بس الناس بتقول عايزين نساعدك يا مريم، مش عايزه منكم غير تعملوا لي لايك واشتراك بس، واكتبوا لي تعليقات حلوه كتيره جوه على الفيديو، ورايكم اهم حاجه وملحوظاتكم، ولو عندكم اي تجربه او اي حاجه او اي وصفه نعملها مع بعض مفيش اي مشكله، او اي حاجه حابين تشوفوها معايا مفيش اي مشكله، نعملها مع بعض. وفي الفيديوهات اللي فاتت زي ما حكيت معاكم ان انا بستغل اي وقت او اي موقف، يعني انا موجوده في بيت العيله بستغله على طول استغلال، ما بسكتش يعني. ما باسكتش يا بنات، زي ما شايفين شكل السلم كان متبهدل خالص، والدرافزين بتاع السلم والباب كده كان شكله مش حلو خالص، مش نظيف، وانا ما باحبش تبقى في حاجه كده موسخه او مش نظيفه معايا. سميت الله، صليت على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده ابتديت اهلس الحيطان. انا عندي الناس اللي متابعاني شافت في الفيديو اللي بتاع حماتي، ال ال الفيديو اللي نزل لكم بتاع امبارح، الهلاسه بتاعتي اتكسرت، وانا كنت بهلس البيت لحماتي اتكسرت، فقلت عادي مش مشكله، فهلست بالمكنسه كده، المكنسه بتاعتي نظيفه، لان انا عندي اليد بتاع المكنسه، يعني بصوا في حاجات خدتها هناك، انا عامله مكنستين وثلاثه، بس في حاجات موجوده هناك في بيتي، لان ده يعتبر وجود استثنائي، يعني ظرف ما هو اللي خلاني موجوده يعني وطولت في بيت العيله، لكن عموما انا قاعده في بيتي وفي شقتي يعني. هلست الحيطان، ما رضيتش اسيبها كده بقى ولا اتحجج واقول لا مش هينفع، لا ما عملتها على طول. ويبقى مسكت كده كنست السلم كده كله من اوله، من الصف اللي من فوق لحد ايه، السلم لحد تحت، لحد باب الشقه اللي تحت، كانت مطفيه يا بنات. بعد ما كنست ونفضت الحيطان وهلستها كويس قوي، الكنبه كانت مطفيه، كنت حاطه في الكوبايه شويه خل، ونزلت بشويه بريل وشويه من الاريال، ما حبيتش اكتر ميه علشان الباب الخشب ما يبص معايا. وكان عندي طبعا عايزه لوفه، بس انا ما عنديش لوفه، عندي سلك، لان انا زي ما انتم عارفين البيت عندي هنا يعني في يعتبر حاجات كتير ناقصه فيه يعني. شايفين الباب مطرب كده ومش نضيف ومش حلو، فقلت بصوا اعمله بالمره، كده كده اهوت هنضف، وكده كده هروج، كل حاجه تقول دايما للعيد، وربنا يجعل ايامنا كلها فرح وسعاده. الفيديو ده مليان خير وفيديو للخير، ونفسي كده كل فيديوهاتي تكون للخير، وان شاء الله الفيديو كده بكل ما فيه لاوله لاخره تسمعيه. عايزاكم بس تساعدوا ام مريم تشاهدوا الفيديو كامل عشان نكمل الساعات، وطالبه منكم طلب بس تشاهدوا الفيديوهات اللي على القناه، حتى لو هتسيبوا الفيديو كده شغال وتشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا، بس هي دي مساعدتكم ليا، مش طالبه منكم اكتر من كده، لاني بجد 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 يعني انا تعبت كتير وليا فتره تعبانه و... واتظلمت والعوض من الله سبحانه وتعالى، انا عشمانه في كرم ربنا ليا باذن الله. اقول لكم على حاجه يا بنات، لما تحبوا تطلبي حاجه ما تطلبوهاش من المخلوق، اطلبوها من الخالق. اعملي زي من اللي خلقنا، هو ارحم عليكي من البني ادمين. لما تحوزي نفسك في حاجه ربنا يجبرك بخاطر فيها، نفسك في حاجه ربنا يحققها لك، نفسك في حاجه ربنا يعملها لك، ما تطلبيش من المخلوق، اطلبها من الخالق. صلي ركعتين لله، عارفه مقابله ربنا ورحمه ربنا ارحم بكتير من المخلوق اللي زيك. يا رب دايما بقولها ما تحوجنا المخلوق زيه ابدا، بطلبها منك انت. مفيش أجمل كده من إنك تصلي ركعتين كده قيام الليل، ما أحلاهم كده من بعد الساعة 12 واحدة زي ما أنت عايزة، اتنين قبل الفجر بساعة كده، وتقعدي تسجدي لربنا كده بخشوع كده وتستشعر ذكر الله وسبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله، وتدعي رب العزة كل اللي نفسك فيه. وربنا رحيم غفور، ربنا كبير ورحمته واسعة، ونطلب منه الرحمة ربنا يا رب يرحمنا كلنا ويرزقنا، اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يوسع رزقه ورزقكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ما يحوجنا لحد وما يحوجنا مخلوق لمخلوق زيه، قولوا ان شاء الله امين.
يا رب كل الناس اللي بتتابعني وكل متابعيني واخواتي دايما بدعيها في صلاتي، واي حد بيحب ام مريم عن ظهر قلب يقول في ظهر من قلبه كده عن ظهر غيب. يا رب كل دعوة بتتكتب على قناة الصعيد وعويد، أو كل دعوة بتقولها أم مريم ربنا يتقبلها اللهم آمين يا رب العالمين. نتمنى الخير للناس هنزرع خير. اتعودي لما تيجي تكون نفسك في حاجة أو حد ظلمك أو حد مضايقك اعملي زي أم مريم، ما بدعيش على حد أبدا. والله عارفة اللي بقول ادعيها دايما اللي بيتمنى لك حاجة يشوفها. وكلي رب العزة في موضوعك، في ظلمك، في جهرك، في أي حاجة. موجوعة جوي عليك وعلى القرآن، ما أحلاه ما أجمله. ما فيش أحلى من إنك تقعدي كده تقري القرآن وتدعي رب العزة عز وجل. تستغفري كتير جوي، اللهم إني أستغفرك ربي وأتوب إليك، وتصلي على رسول الله. وتفضل كده تدعي ربنا بالليل. هتلاقي جبر، هتلاقي صبر، هتلاقي إحساس حلو. عايزة أقول لكم أنا ما كنتش هعمل قنوات تاني، بس سبحان الله يعني. ما انكرش فضل أم سما واسماء خليكي معايا وضغطهم عليا ان انا ابدا. بس كنت طول الوقت حاسه بفرحه في قلبي. الفتره حصل لي الفتره الاخيره تعبت ورحت المستشفى، بس كنت حاسه بفرحه في قلبي. وفعلا كان زي ما يكون كده، يعني اللي هو ايه، اصبري احتسبي. انت زعلتي، انت بكيتي، بس استني مني العوض. فاهمين ازاي؟ ربنا مش هينساني، يعني طول الوقت ربنا مش هينساني، ربنا حاسس بيا، ربنا معايا. كان عندي امل كبير في الله، عندي ثقة كبيرة في الله، عندي احساس ويقين بالله، عندي متابعيني الحلوين اللي بيحبوني دايما بيكلموني، دايما بيتواصلوا معايا، دايما بيبعتوا لي ادعي، دايما بيدعوا لي، متواصلين معايا دايما على الخاص مش بيسيبوني. يا ام مريم معلش، يا ام مريم مش عارفة ايه. لقيت اللي وقف جنبي، لقيت اللي عداني من محنتي، لقيت اللي كان بيقول لي كلام يخلّيني أطلع من الحالة النفسية اللي أنا فيها وأرجع تاني أقوى من الأول. وعايزة أقول لكم على حاجة، ده فيديوهاتي اللي أنا كنت باعملها زمان يمكن من 3 سنين. والحمد لله باحبها وباحب الروتين وباحب التنضيف وباحب المطبخ وباحب أنضف في المطبخ وأروّق في المطبخ وباحب أعمل حاجات كتيرة أوي. هي جات فترة عليَّ يا بنات نفسي اتسدِّت، نفسي اتسدِّت فعلًا. اللي هو نفسي وقفت، أنا مش هاعمل الفيديوهات اللي أنا باعملها دي، ألاقي كده كام تعليق مأثّرين فيّا، ألاقي نفسي صدِّت. لقيت نفسي كده نفسي وقفت، لقيت نفسي مش باحب أصوّر الحاجات دي، لقيت نفسي مش عايزة أصوّر، مش عايزة أشتغل. كانت كده القناة يعني الحمد لله كنت باشتغل بالعافية. كان ممكن أقعد اليوم كله عادي ما انزّلش، إلا أنا كنت وحش حوت، كل يوم بانزّل، كل يوم بانزّل. يوم الجمعة مسامة تقول لي ريّحي الجمعة، أقول لها لأ ولا يوم. كان عندي حُب ليه ولشغلي. أخدت فترة نفسي مكفولة. عايزة أقول لكم إن أنا بعد المحنة اللي رجعت لي دي وصبري ويقيني بالله، رجعت تاني لفيديوهاتي. يعني أنا دي فيديوهاتي وده محتوايا اللي نزل على قناتي الكبيرة الصعيد وعوايده، واللي الناس حبتني بيه واللي الناس عرفتني بيه واللي أنا كنت دايمًا بانزّله. ورجعت تاني أشتغل ورجعت تاني أقوى من الأول ورجعت تاني واقفة كده وبطولي ووحدي. عايزة أقول لكم أنا اللي باصوّر، أنا اللي بامنتج، أنا اللي ب ب ب ب ب باشغّل التليفون. ما حدش بيصوّرني، ما حدش بيمنتج لي، ما حدش بيشغّل الفيديو ولا يعمل لي عليه مونتاج ولا صوت ولا أي حاجة أبدًا، كل حاجة أنا. ورجعت تاني زي ما كنت. قوية بالله سبحانه وتعالى وبحُسن ظني لله. خلّيكِ عندِك حُسن ظن بالله كده ويقين بالله، ربنا يحقق لِك كل اللي بتتمنيه. عليكِ بالقرآن والصلاة كده، واخشعي لربنا كده بخشوع كده وادعي له وابكي له و و واحكي له واشكي له كل هَم وغُلب جواكِ أكيد هتلاقي الرَد سريع منه إن شاء الله بإذن الله تعالى. زي ما شُفتوا كده يا بنات، تعالوا بقى نحكي في الروتين عشان داخلين على الفيديو بقى. خلّصت الباب كده غسلته ونضّفته الدرافزين كده كان طين ومزرّج، والحيطان كده كانت مزرّجة وكانت مطرّبة وكانت كلّها هلوس. نفّضتها ونضّفتها كده وخلّيت ريحتها إيه، أهم حاجة ريحتها حلوة. خلّيت كده ريحة السلِّم كده ليه ريحة حلوة كده، النضافة ليها ريحة كده. تحسّوها كده تدخلي مكان تحسّيه مكمكم، وفي مكان تدخلي تلاقيه نضيف. فباعرف المكان من ريحته ومن اللمسات بتاعة المكان نفسها. في واحدة تقول لِك أنا بانضّف وبامسح وهي أساسًا كل حاجة في البيت موسّخة. فاهمين؟ فباعرف المكان من نضافته كده، من أكرة الباب تعرف المكان ده نضيف والّا لأ، من دخلة السلِّم تعرف المكان ده نضيف والّا لأ. مش مسيح وخلاص يعني. السلاليم دي أنا دهناها على القناة الكبيرة الصعيد وعوايده. الناس اللي بتسعى على القناة الكبيرة الصعيد وعوايده. هنا كنت عايزة أقول لكم عندي مرض في البيت، فالمرض بتاعهم بيحبوا ينخروا الحيطان بتاعة السلم. الحيطان المدهونة دي هم اللي خرطوها جال، هم اللي نخروها كده وكسروها. يعني هم عندهم مرض فالله يشفيهم. ده الشكل النهائي كده بتاع السلم بتاعي كده والباب. وعملت الحافة بتاعة الدرافزين. عايزة أقول لكم إن أنا اللي دهنتها كده وضبطت الدنيا. خليت الدنيا كده إيه، حاجة كده فُلة شمعة منوّرة كده تفتح النِّفس. تعالوا بقى كده فيديو الخير للخير. ده الفيديو ده كان معمول في بيت أبويا عزومة كبيرة في رمضان. أبويا بيعملها كل سنة ربنا يدّي له الصحة يا رب ويدوم عليه. طبعًا مع ظروف الحياة كنا بنجيب لحمة وبنجيب فراخ وبنجيب بَط وكان بيبقى في كفتة وفي جلاش. بس طبعًا أنتم عارفين الظروف دلوقتي غير الأول، واللي يعمل حاجة يعني يقول اللهم لك الحمد. بس أبويا عشان عادة بيلِم فيها العيلة كلها يعني، يلِم فيها صلة الرحم، ولد عمه وولد عماته،
وعمات اللي هو عماتي اللي هو العيلة كلها يعني، القريبين كلهم العيلة كلها اللي عيلة أبويا بس مش أمي بيحب يجي، وطبعا الجيران اللي حوالينا يعني كده الشباب اللي حوالينا الجيران ساكنين جنبنا فمتعود كل سنة بيعملها، ودايما يوصينا عليها ان دي صلة رحم ولازم نفرحهم ولازم نعملها على طول. عايزة اقول لكم بتاع 10 12 واحدة كانوا شغالين، ولد عمي من الصبح بدري جايين من بدري بيقفوا معانا وبيساعدونا، يعني عايزة اقول لكم ان من كترنا ربنا يدومنا يا رب ودايما بقول للعيلة وصلة الرحم والاهل ما يتعوضوش، يعني ما تلحقيش تحس بالتعب، لان كل واحدة بتعمل اي حاجة. الفراخ دي كده الكمية دي ولسه في كمية تاني كانوا لسه بينضفوا فيها، وحطينا حلتين على النار كده، لان احنا استعملنا البوتاجاز ده واستعملنا البوتاجاز المسطح اللي هو اللي 40 واحده برضو قدام باب الشقه كنا حاطينه. حطينا كده بصل وحطينا طماطم وحطينا ورق روري وحطينا ملح وحطينا فلفل اسمر وحطينا فص توم زي ما انتم شايفين كده، وحطينا الميه على النار كده تغلي، وبعد كده ننزل بالفراخ بتاعتنا. الفراخ عصرنا عليها ليمون وحطينا عليها ملح وغسلناها كويس قوي، وبعد كده نزلنا بيها زي ما انتم شايفين كده على النار بعد الميه ما جلبت. وعايزه اقول لكم حطوا 7 بهارات. هنا الفراخ كانت اتحطت، كنت بره مش عارفه انا بعمل ايه فلقيتهم حطوها في الحلل فعادي يعني. هنا حطوا الفراخ زي ما انتم شايفين، كنا عاملين حوالي 16 فرخه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله يعني. آه العدد كله لان كان فراخ بس، كنا كل مره بيبقى فيه لحمه وفيه فراخ، وكان بيبقى فيه كفته او فيه جلاش، كله كنت مصوراه على القناه الكبيره كل سنه. الفيديو ده مخصص يعني، بس حبيتكم تشوفوا معايا فيديو الخير. نفس الفيديو ده اعمله للخير كده ونعمل اكل، ومفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، نعمل أكل ونوزّعه لله. هنا طماطم ديّة أمي مفرّزاها في الفريزر متلجة، فهُم واقفين كده في الفريزر شايلينها صاحية، بيشيلوا القشرة بتاعتها كده عشان يطحنوها على طول، عشان القشرة بتاعتها مش عايزين بدل ما يقعدوا يصفّوا زي ما أنتم فاهمين كده. فكان بُصّوا اللي بيغسل الحلل واللي كان حاطط على النار، وهنا الجرجير ده غسلوه ونضّفوه وجهّزوه. هنا الفراخ بتاعتنا كده كانت خلاص قربت تستوي، هننزّل الفراخ دي عشان نحط فراخ غيرها. كل واحدة كانت قاعدة بتعمل حاجة، اللي هو مش مثلًا حاجة واحدة بس، لأ أنا كنت باخد لكم لقطات كده من كل حاجة عشان الفيديو ما يطوّلش. عايزة أقول لكم عملنا خلطة للفراخ تحفة يا بنات، عايزاكم تجربوها تقولوا رأيكم فيها، هتعجبكم إن شاء الله وطريقتها هتعجبكم. عملنا الأكل العادي البسيط بتاعنا. هنا الفراخ بتاعتنا كده لإن الفراخ زي ما أنتم شايفين طلّعنا كده كمية استوت وحطينا غيرها، وهنا الحلة التانية برضه ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله برضه أهي طلعت واتحطت غيرها، والحلل كده على النار. تعالوا بقى هنا العين برّه كانوا شغالين عليها كده، عملنا جدحة للبامية تحفة، دي البامية الصعيدي بتاعتنا، عملنا بامية وعملنا ملوخية. وضع الغلا نفسه والظروف نفسها ومع وكانوا خابزين العيش الشمسي، عمتي كانت خابزاه وجايباه يعني عشان خاطر بُصّ كلّه كان بيساعد، كلّه كان بيعمل، هتلاقوا الإيدين كلّها هنا، كل واحدة كانت بتعمل حاجة، كل اتنين ماسكين حاجة بيعملوها. حطّوا التوم كده وحطّوا السمن كده، وعايزة أقول لكم أختي صممت تحط معلقة سمن بلدي كده عشان تحلي البامية بتاعتنا. البامية بتعملوها بتوم يا أم مريم؟ آه بنعملها بتوم مش بنحط لها بصل، وعندنا أمي تعملها بتوم من غير بصل، وعايزة أقول لكم طعمها تحفة وبتبقى خفيفة مش تقيلة، بس بيبقى طعمها حلو. كده التوم راس توم حلوة كده، وحطينا شفشافين من الطماطم ونزلنا بالفلفل الأسمر والملح، وبعد شوية كده هنروح نازلين بعد ما تتسبك هنروح نازلين بالبامية بتاعتنا عليها. إحنا كده أهوّة عملنا أول شفشف، وبرضه أختي قاعدة أهو بتعمل الشفشف التاني أهو زي ما أنتم شايفين. بُصّوا باقول لكم كلّه شغّال، اللي قاعد بيعمل سلطة واللي بيعمل عصير واللي بيجهّز البلح واللي بيعمل الفراخ واللي بيعمل الملوخية واللي بيعمل البامية. وعايزة أقول لكم نزلنا كده بحتّة كزبرة. هنا الشوربة كده كانت بنت عمتي، يعني عمتي عشان كبيرة السن يعني بنت عم أبويا، كانت خلاص حطت الشوربة كده على بعضيها وركنتها. وهنا كانت الفراخ استوت هتطلّع الحلل التانية، لإن باقول لكم مسوّية فراخ على 4 مرات. هنا البامية بتاعتنا أهي زي ما أنتم شايفين خلاص كده اتسبكت، نزلنا بالبامية بتاعتنا. البامية ديّة بتاعة أمي ومفرّزاها عندها وشايلاها في الفريزر، وطلّعنا منها كده غسلناها ونزلنا بيها على الحلة. استغلينا الوقت عشان ده فطار، ولازم كل حاجة تكون جاهزة في الوقت نفسها، يعني ما نتأخرش. وفطار المغرب يعني ما ينفعش، لازم الأكل يتحط فوق وتحت في نفس الوقت، بتبقى أصعب لحظة هي وقت فطار المغرب ده. هنا بُصّوا كانوا قاعدين كده بيكرموا الملوخية زي ما أنتم شايفين كده، ما لحقتهمش غير في الآخر. كرّموا كده الملوخية زي ما أنتم شايفين يا بنات كده، عشان خاطر وقعدوا كده يهوّيها علشان خاطر تبقى جاهزة على طول الملوخية بتاعتنا اللي إحنا عاملينها. خلّصنا كده الملوخية، زدنا هنا البامية شوربة، بُصّوا شايفين زي ما أنتم شايفين كده زدنا البامية شوربة وخلّصنا كده. تعالوا بقى نعمل الملوخية بتاعتنا. حطينا الشوربة بتاعتنا، بس الشوربة دسمة عشان الفراخ كتيرة يعني، فطعم الشوربة حلو جدًا. نزلنا كده بالملوخية بتاعتنا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده،
وبعد كده اهوات يا بنات طشينا كده الملوخيه بتاعتنا، وبعد كده هنجهز ايه التومه بتاعتنا على طول. بصوا عشان خاطر الوقت كله كنا بنعمل ورا بعضيه ورا بعضيه ورا بعضيه عشان خاطر ننجز. يعني دي الملوخيه الصعيدي بتاعتنا، الشوربه بتاعتك تغلي، حطينا مرقه وفلفل اسمر وملح، وبعد كده هواتي طشناه. هنا الحله دي زي ما انتم شايفين الفراخ طلعت، وهنا حله كده هنحط عليها الطشه، والحله التانيه كده هنعمل عليها الرز على طول. الرز عملناه على 3 حلل يا بنات، كل حله تقريبا شالت مش عارفة 3 كيلو والّا 4 كيلو يعني عشان الكمية كبيرة، وخاصة إن رمضان السنة دي كان جاي في الفترة الأولانية كان جاي يعني الناس كانت بتاكل غير كل سنة. رمضان السنة دي معلش ما عِشتش معاكم أجواء رمضان، بس اتعوّد إن شاء الله الفترة اللي جاية. كانت الناس بتاكل ما شاء الله يعني، لإن كان الجو حلو وكانت الناس مش بتشرب مَيّة كتير، فكان كلّه بياكل. فكان اللي بيتعزم أو اللي بيعزم فعارف إن كان بياكل ما شاء الله. الناس السنة دي كانت بتاكل، حتى كمية الأكل كانت بترجع، كانت يعني اللي بياكل نايبه بس. الرز ده كان بيزيد مَلْي الحلة. السنة دي لأ، ما شاء الله إحنا كنا أول ما لقينا كده الرز كانوا قاعدين اللي شغالين يعني ولد عمي وكده اللي كانوا واقفين على الأكل شغالين على الأكل وبيقدموه، كلنا آخر حاجة أنا وأخواتي وأمي وكده. رُحنا عملنا رز تاني، ليه؟ لإني لقينا ما شاء الله الأطباق بترجع فاضية وكله بياكل وبنحط تاني. بُصّوا الفطار مش إن إحنا مثلًا واحدة حطت قدامها طبق رز وتاكله وتقوم، لأ، يعني يعوزوا رز تاني نحط، يعوزوا طبيخ تاني نحط، لإني مش وجبة وخلاص طلعت مكفولة وشبعت شبعت، ما شبعتش خلاص لأ. كل اللي عايز حاجة بياخدها. يعني لو واحدة طلبت طبق 2، 3 بتاخد، واحدة عايزة حاجة تانية بتاخد، واحدة عايزة صدر، عايزة مش ده مش عاجبها لا عادي اللي هو مش ما حدش غريب وزي ما متعودين. أطباق طالعة داخلة وإحنا واقفين على خدمتهم. عايزة أقول لكم قعدنا كده واقفين على الأكل بتاعهم لحد ما كله كَل، ولمينا الأكل في الآخر خالص قعدنا فطرنا، لإن إحنا أساسًا من الوقفة والتعب رجلنا أساسًا كان نشف، لإن من 8:00 ص كنا شغالين. ما يغركوش إن أنا أخدت لكم لقطات على السريع، بس الموضوع نفسه كده متعب يعني. هنا بُصّوا خلّصنا كده الملوخية كده طشيناها، حطينا كده أهوّة معلقة سمن بلدي وحطينا السمنة بتاعتنا والتوم بتاعنا وطشينا الملوخية وركناها على التسخين بس. والرز كده جلّبنا فيه. هنا كده بنت عمي كانت بتعمل الكُلمن، وهنا إيه كانوا قاعدين بتغسل الكُلمن عشان هتجهّزه. الكُلمن يعني غلطنا غلطة، حطينا العصير في الكُلمن والمفروض يعني ما كناش حطيناه، عشان خاطر كنا بننزّل فيه ما كانش بينزل يعني، هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. هنا كانوا قاعدين إيه بيعملوا السلطة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا كلّه كان شغّال، على قد ما اليوم كان مُتعب، بس يوم كان جميل ويوم كان كلّه بركة وفرحة ولمّة العيلة. عارفة تقدري تلمّي العيلة بأي حاجة. عارفة ممكن أنا وأخواتي لو كل واحدة فينا هتجيب أكلة، لو كل واحدة فينا هتجيب الفراخ، واحدة هتجيب الرز، واحدة هتجيب الطماطم والعصير، وهنتفق لو كل واحدة هتجيب الأكل هتاكله هي وعيالها. لو هننزل نحُط مع بعض، لو كل واحدة تحُط لها 500 جنيه، 300 جنيه، 200 جنيه، ونعمل لو هنجيب لحمة مفرومة ونعمل كل واحد 70 كفتة. بس كفاية اللمّة. اللمة حلوة، كفاية اللمة، الأكل في اللمة بيبقى ليه طعم تاني. الأكل مع صلة الرحم ومع عيلتك وأهلك بيبقى ليه طعم تاني. كفاية كده إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى جابر بخاطرنا، يعني تبقى رمضان صيام وصلاة، مش بس كده، مش صيام وصلاة بس وصلة رحم. يعني شهر من السنة للسنة. كان نفسي أتكلم فيه معاكم، وكان نفسي أقول لكم أنا عملت إيه. أنا ختمت القرآن الله أكبر ما شاء الله 9 مرات، وكنت زعلانة أوي لإني كنت عايزة أختمه أكتر من كده. ختمته 9 مرات. كل مرة كنت بادعي لكم، كنت بادعي ربنا يكتب لي الخير فيه. في رمضان صلاة وقراية قرآن وعبادة وصلة رحم وزكاة وكل حاجة حلوة نقدر نعملها لأي حد نعملها. مش صيام بس، حاجات تانية حلوة فيه جميلة وكله بركة وكله خير وكله رزق. هنا بصوا زي ما انتم شايفين. تعالوا نعمل بقى خلطة الفراخ. تعالوا يا بنات نعمل مع بعض الوصفة بتاعة الفراخ دي. الوصفة دي على فكرة هتعجبكم، جربوها بس بالطريقة دي وقولي لي ايه رايكم. حطينا الشفشف احنا عشان عاملين كمية فراخ، فعايزة اقول لكم عملنا شفشفين او 3 طماطم، وحطينا بصوا ضربنا الطماطم بتاعتنا كده، وبعد كده نزلنا بكل البهارات الموجودة عندك. عندك فلفل اسمر، ملح، كزبرة، كمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، 7 بهارات، كل البهارات المتاحة الموجودة عندك. باب جنزبيل، كل المتاح والموجود عندِك، حتّة شطة صغيّرة المتاح عندِك. التوم بتاعنا كنا فرمنا التوم وحطينا عليه حتّة شطة وحتّة كزبرة وملح وفلفل أسمر وطحناه، حطيناه على النار كده ادينا له تقليبة، بس حطينا سمن ما حطيناش زيت يا بنات. وبعد كده نزلنا بشفشف الطماطم بتاعنا، سبّكنا الصلصة بتاعتنا زي صلصة عادية، بس بُصّوا مليانة بهارات، كل البهارات الموجودة عندِك حطيها. عايزة أقول لكم طعم الفراخ حتّة تانية خالص. على فكرة في وصفات كتير جدًا بنعملها للفراخ، وفي وصفات بنحطها ني في ني، وفي ممكن تضربي الخلطة بتاعتنا دي البهارات والطماطم في الخلاط ببصل وتتبليها بيها. بس إحنا عملنا طماطم وحطينا كل البهارات بتاعتنا وحطيناها على النار بالتومة،
وسبناها تتسبك، وبعد كده نزلنا فيها الفراخ زي ما انتم شايفين، وحطينا على الوش فلفل اسمر وملح ورشينا زيت بسيط، ودخلناها الفرن. كنا بنحط في السجان بتاعتنا كده اللي هي ايه موجوده ومتاحه، زي ما انتم شايفين كده. بننزل الفراخ في الصلصه بتاعتنا او في التسبيكه بتاعتنا او الخلطه اللي احنا عملناها، وبنطلعها نحطها في الصينيه، نرش عليها او في الصاج زي ما انت على حسب ما انت بتستعمل يعني. بنرش عليها ملح فلفل اسمر، وبنحط عليها حبه زيت بسيطه خالص. ايا كان بقى نوع الزيت مش متاح عندك، ممكن تعمليها بزيت برضو عادي، الصلصه تعمليها بزيت زي ما انت حابه يعني. ودخلناهم الفرن. عايزه اقول لكم كان طعم الفراخ حلو جدا، يعني كان طعمها حلو وبسيط وسهله وتغيير واخدت لون في الفرن، هتشوفوها معايا كان لونها طالع ذهبي وحلو جدا. والوصفه نفسها حلوه، وعايزه اقول لكم فيها بركه، يعني بما ان الكميه كانت كبيره الوصفه برضو كان فيها بركه، وفرت معانا وما حطيناش بصل نهائي. اللي قاعده معايا لحد هنا يلا شايفاك اللي مش حاطه لايك، حط لايك كده وادعوا لي دعوه حلوه، ربنا يكرمنا ويكرمكم اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش كمان اول تعليق مثبت لدعوه حلوه من القلب. تقلقوش كل الدعوات اللي على الفيديوهات هقولها، اللي مش تسمع دعوتها في فيديو النهارده تسمعه في فيديو بكره، مش هنسى حد ان شاء الله باذن الله. غير ان في كل وقت انا بدعي لكم، وفي اي وقت بقعد اصلي واقرا فيه قران بدعي لكل عيلتي ان ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يوسع عليه وعليكم، وربنا يكرمنا ويعوض علينا انا وانتم كل من قال امين اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم عملنا الكميه كلها، الكميه كلها عملناها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يوسع عليه وعليكم يا رب. وربنا وعايزه اقول لكم على حاجه كمان. رمضان صله الرحم او الخير او اي حاجه بنفكر نعملها مش موجوده في رمضان بس، لا، في كل وقت. في كل وقت اقدر اساعد بيه حد ما تاخرش، اقدر ان انا افرح حد ما تاخرش. نفسي الفيديوهات دي اعملها كل يوم، نفسي اعمل مائده رمضان وتكون من بيتي، نفسي كده اطعم الغلابه والمساكين، ربنا يطعمنا نطعم الغلابه والمساكين ونحس بيهم ونوفر لهم. اكلفها كلها انا، واعمل انا الاكل واتعب انا فيها كل حاجه، وكل يوم اراضي الناس المحتاجه، ربنا يراضينا. ربنا فتحنا باب، ربنا بيفتح لنا 10 ابواب. مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى. دعوه كده حلوه منكم لكل الناس اللي بتشوفني، ربنا يطعمنا ويطعمكم، نطعم الغلابه والمساكين يا رب. قولوا ان شاء الله امين اللهم امين يا رب العالمين. هنا خلاص كنا استبركنا، احنا ما بنقولش خلصنا عشان الكميه ربنا يبارك فيها، كنا استبركنا كده. وكمان اخدوا من الصلصه اللي كانت فاضله حطوا على الوش زي ما انتم شايفين كده، ونزلنا بالفلفل الاسمر والزيت. بصوا اهو شغالين فلفل اسمر على كل الكميه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. كانوا عاملين حوالي مش عارفه 12 لوح او صاج زي ما انتم بتقولوا، على حسب. احنا جبنا للوح لان الصواني يعني مش هتكفي، فجبنا الواح كمان عشان تشيل كتير. ما شاء الله الالواح كلها مليانه، كلها مزنجه جنب بعضها عشان ايه نكسب وقت وعشان نحط الكميه كلها كمان. بصوا كده خلاص خلصنا كده. الفراخ بتاعتنا طلعت الفرن فوق علشان خاطر ايه نسويها. انتوا عارفين الناس اللي متابعاني عارفه ان امي بتحب تخبز على الفرن البلدي، بس احنا عندنا الفرن الانبوب بس امي بتحبش تخبز عليها. ان شاء الله لما اروح عندها هصور لكم الخبيز على الفرن البلدي وحمي الفرن والكلام من ده. هنا العصير زي ما انتم شايفينه كنا بنصفي من الكلمن بس ما نفعش، فبقينا نحط من فوق بعد ما حطيناه في الكلمن يعني. كانوا عاملين عصير فراوله وعصير جواف وحطوا الفراوله كده من فوق. هنا بقى زي ما انتم شايفين الحلل بتاعتنا كده، كنت بوريكم الملوخيه والباميه بتاعتنا كده، وماسكين الكوبايات هنا وبنحط العصير بالشكل اللي انتم شايفينه. السلطه كانت بتتغرف والعصير كان خلاص، والبلح لان كان خلاص فاضل على المغرب دقايق يعني كده. احنا كنا في الوقت الحاسم او الوقت خلاص اللي زي ما بيقولوا الوقت بدل الضايع يعني. اللي حصل ان عملوا الجوافه وصفينا فوقها عصير الفراوله يعني. دي كانت الكميه، ولسه كانت في كميه تانية ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم كوبايات كبيره مش صغيره يعني ما شاء الله، كنا بننزل بكميات يعني. هنا كان خلاص كده ابتدينا كمان عايزه اقول لكم كان في شويه كمان نزلوا تحت للرجال. هنا البنات كانوا واقفين كده، اتخلط الجوافه بالفراوله كان طعمها حلو. تعالوا هنا بقى كده نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبدا ايه الغرف بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. لينا كام سنه كنا بنعمل اطباق ومعالق، وكنا بنتعب جو، وكنا بنحتاس، وكنا بنعوز اطباق، وكنا بنعوز معالق لان العدد كبير جدا. فريحنا نفسنا بصراحه. فالسنه اللي فاتت بقينا نجيب الاطباق الفل دي كده، والمعالق برضو مريحه نفسها يعني ومش غاليه بالعكس. فابتدينا كده زي ما انتم شايفين نغرف الاكل كده الاطباق لشكل الفراخ بتاعتنا. بصوا شكل الفراخ، بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، واخده لون عايزه اقول لكم طعمها جامد جدا ومتبله كده وعليها الفلفل الاسمر. بصوا شكل الفراخ بتاعتنا متحمره من الناحيتين. كنا بنغرف الرز عليه، كل رز عليه ربع من الفراخ سواء صدر او ورك.
وبنغرف الملوخية والبامية والعيش والمخلل كان نزل، وكنا نزلنا العصير ونزلنا التمر بتاعنا. ده كان يومنا، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم يا بنات. اعملوا لايك واشتركوا في القناة. فيديو بيجري، يلا بينا نقول دعوة حلوة من القلب. دعوة حلوة من القلب لكل عيلتي، عيلة الصعيد وعوايده، بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم يا رب. دعوة حلوة معايا من القلب لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة من قلبي لأنسة منى، ربنا يفرحك يا رب يا منى، وربنا يكرمك بالزوج الصالح ويعوض عليك. دعوة حلوة من متابعتي بتقولي ادعي لي أم سيف، ربنا يهدي لي جوزي، يبعد عني الناس اللي بتنكد علينا حياتنا وعايزة تخربها. اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لمتابعتي بالذرية الصالحة. دعوة حلوة لأسماء، ربنا يكرمها بمهدي. اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لمتابعتي بتقولي ادعي لي بالخلفة، وكمان ادعي لأسماء صاحبة قناة خليكي معايا، ربنا يشفيها يا رب، تصبت في ايدها طبعا حبيبتي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، مش محتاجة انك تقولي لي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب يا حبيبة قلبي. دعوة حلوة لمتابعتي بتقولي ادعي لبنتي ربنا يشفيها لي ويعافيها لي من كل مرض يا رب. دعوة حلوة لمتابعة ام احمد من العراق بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والارض. اللهم امين يا رب العالمين يا رب.